هو انا ليه بقدم المحتوى ده؟ اسمع الفويس ده معايا كده. بس انت عمال تنزل في فيديوهات على النت وتصور وبتاع، وحتى دخلت على الصفحه بتاعتك وعلى قناتك، لقيت لا فيه مشاهدات ولا تعليقات ولا حتى اعجابات وكده. فانا عايز افهم يعني انت بتستفاد من الكلام ده كله يعني، واصلا مين اصلا اللي بيسمعك الكلام ده؟ ودلوقتي بقى هجاوبك وهقول لك انا ليه بقدم المحتوى ده، فتابع معايا للنهايه لعلك تستفيد. مبدئيا كده تقديم المحتوى ملوش سبب واحد، لا هم اكتر من سبب. اول سبب منهم اني بحاول بكل جهدي اني اساعد او اسهل على غيري اي امر من امور حياته. طيب ده ليه؟ علشان بكل بساطه انا لما اقدم اي مساعده لغيري ولو بسيطه، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيتولى كل اموري، وده بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. وانا يا صديقي عاوز ربنا سبحانه وتعالى يكون هو عوني وسندي ووكيلي في الدنيا وفي الاخره. وطبعا بغض النظر عن اذا كنت حضرتك بتستفيد مني او لا، انا بعمل اللي عليا وبس، وبحاول بقدر استطاعتي اقدم النصيحه بابسط طريقه، وربي وربك شاهد على نوايانا. وبالنسبه بقى لجزائي او نتيجه سعيي فدول بتوع ربنا سبحانه وتعالى، انا ماليش اي دخل فيهم. وتاني حاجه بقى هي ان انا واحد من الناس ما لحقتش اشبع من والدي رحمه الله عليه، ولا حتى ليا صوره معاه. وكان في حاجات كتير جدا نفسي اتعلمها منه بس للاسف ما لحقتش، وده كان الدافع او السبب التاني اللي خلاني اقدم المحتوى بتاعي، وهو اني اسيب اثر للي بعدي، سواء ابني او بنتي او اي حد من عيلتي او حتى اصحابي ومعارفي الحاليين يعرفوا بيه انا مين عبد الله يحيى شرف او كريم يحيى شرف زي ما بعض الناس عارفه. يعني كان بيفكر ازاي، كان بيتعامل ازاي مع المواقف او الازمات او الضغوطات اللي مر بيها في حياته. يعني باختصار انا قررت استغل التطور التكنولوجي واسجل كل حاجه انا نفسي اعلمها لابني او بنتي في المستقبل، وكمان تفضل موجوده للاجيال اللي هتيجي من بعدي، يمكن يستفيدوا ويدعوا لي دعوه بعد ما اموت واكون مش موجود في الدنيا دي، او حتى على الاقل يقدموا دعوه لوالدي رحمه الله عليه بظهر الغيب اللي احسن تربيتي ونشأتي. تالت سبب بقى واللي هختم بيه هو الاستثمار. انا من خلال محتوايا ده بستثمر وقتي وخبرتي البسيطه جدا، بس بستثمرهم مع ربنا سبحانه وتعالى. يعني بقدم محتوايا ده كصدقه جاريه ليا ولاهل بيتي، ويعلم ربنا اني والله ما مستني مقابل من اي مخلوق، وربنا يتقبل مني العمل ده خالص لوجهه سبحانه وتعالى. لذلك لو تلاحظ هتلاقي ان انا في فيديوهاتي عمري ما طلبت ولا هطلب من حضرتك تعمل لايك او شير او متابعه او اي حاجه من الكلام ده، علشان بكل بساطة ربك سبحانه وتعالى قالها واضحة وصريحة في القرآن الكريم: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وده وعد صريح من ربنا سبحانه وتعالى إن لما أنا أو غيري نقدم أي شيء فيه نفع أو فايدة للغير هينتشر وهيتعرف وهيفضل موجود غصب عن أي حد مهما طالت المدة. فانا ما طلبتش ولا هطلب من حضرتك لا لايك ولا شير، انا بعمل اللي عليا وبس. اللايك والشير والكلام ده كله حاجات انت حر فيها تعملها او ما تعملهاش، دي حاجه ترجع لك. بس حابب اوضح لحضرتك حاجه بسيطه جدا، وهي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. يعني حضرتك لما بتساعد او بتكون سبب في انتشار الخير ما بين الناس بيكون ليك نفس جزاء ونفس اجر فاعله، بغض النظر بقى عن طريقه مساعدتك في انتشاره، سواء كانت باللايك بقى او باي طريقه تانية. وكمان لما تكون سبب في انتشار الخير والنفع ما بين الناس هتكون بتطبق امر من الامور اللي ربنا سبحانه وتعالى امرك بيها في القران الكريم، وده بنص قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ومن ضمن البر والتقوى ان حضرتك تكون سبب في وصول الخير او النفع لغيرك حتى لو انت مش محتاجه، فحاول تكون متعاون على البر والتقوى، افضل بكتير جدا ما تكون سبب في انتشار التفاهه والتلوث السمعي والبصري والاخلاقي. طيب انا اصلا بساعد في الكلام ده ازاي يا عم عبد الله؟ انا اقول لك بكل بساطه: الترندات اللي مغرقه الميديا في الوقت الحالي ممكن يكون 90% منها ملوش اي 3000 لازمه، وبرضه 90% من الناس متفقين على المبدأ ده. طيب ازاي الحاجات دي انتشرت وبقت ترندات على الرغم من ان معظم الناس بتنتقدها وبترفضها اصلا؟ السبب ان لما حضرتك بتشوف حاجه على الميديا بتستفزك وبتكون مش عاجباك بتبدأ تنتقدها وتشيرها، ومن غير ما تاخد بالك بتكون سبب اساسي في انتشارها، وكمان بتاخد ذنب على كل اللي شافها او عرفها عن طريقك، مع العلم انك ما بتكونش مشير علشان خاطر انت مؤيد للحدث اللي حصل، بالعكس انت ممكن تكون رافضه رفض تام، وكمان بتشتم صاحب الحدث نفسه وبتنتقده. فحضرتك هنا بتشيل ذنبك وذنب كل اللي شافوها او عرفوا الحاجه دي من خلالك، وانت مهيأ لك انك بتعمل الصح. علشان كده احب اقول لك ان حضرتك حر ما بين انك تنشر الخير والنفع ما بين الناس فتاخد حسنات، او تشتم صاحب الترند فتاخد سيئات. فيا صاحبي حاول تخليك راقي واعمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: اميتوا الباطل بالسكوت عنه. اسكت. شفت حاجة مش عاجباك أو فيها ضرر ليك أو لغيرك وقفها عندك، وبلاش تعرف الكوكب كله إنك مش موافق عليها. وفي النهاية بقى والله أنا ما بكون زعلان ولا متضايق لما حد بيبعت لي سؤال على الخاص وبعمل فيديو مخصوص علشانه وما بيقدروش، علشان أنا أصلا زي ما قلت والله ما مستني تقدير من البشر. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. وعلشان كده يستحيل إن أنا هسيب الخالق وهروح للمخلوق، أكيد ما عند الله خير وأبقى. وبكده أكون وضحت لحضرتك أنا ليه بقدم المحتوى ده.
فلو حضرتك عاجبك كلامي على عيني وعلى راسي واتشرف بيك، وبرضه مش هطلب منك حاجة لا دلوقتي ولا بعد كده. ولو مش عاجبك او بتختلف معايا في حاجة معينة فعلى عيني وعلى راسي برضه، بس احب اوضح لك اني في الاول وفي الاخر بشر ومش معصوم من الخطأ، وكلامي مع حضرتك ممكن يكون صح زي ما ممكن يكون غلط. فلو بتتعارض معايا في امر معين مفيش اي مشكله خالص انك تراجعني او تناقشني فيه، ومش هكون متضايق ولا اي حاجه، بالعكس انا هكون مبسوط جدا والله، واكيد مليون في الميه هفيدك او هتفيدني. اما بقى لو مش حابب تشوفني خالص، فالباقه حضرتك اللي بتشحنها، التليفون حضرتك اللي شاريه بفلوسك، وليك حريه التصرف زي ما قلت لك. ودي بقى يا صديقي كانت وجهه نظري في الرد على سؤال السائل. اللي تشوفه صح في كلامي وهيفيدك خده، واللي تشوفه العكس سيبهولي. وبس كده، اتمنى اكون قدرت افيدك. شكرا ليكم، كان معكم عبد الله شرف.